ازيكم؟ النهارده هقول لكم ازاي تعملوا كفته مظبوطه جدا، يعني زي كفته الحاتي وكمان طعمها احلى، لاننا عاملينها بنفسنا في البيت وعارفين اللحمه اللي احنا هنستخدمها تكون مضمونه طبعا اكتر، عارفين مصدرها ايه، كمان طعمها حلو جدا. يلا بينا بسرعه نبدا في الوصفه. اول حاجه هنجهزها، هنجيب بصلايه كبيره نقطعها 4 ارباع، كمان 70 جرام من اللية، وفصين من الثوم، وهنطحن بقى كل الكلام ده كده مع بعض. زي ما انتوا عارفين طبعا ايد فيروز ما بتخلاش من اي فيديو، الله يحميها. وبعد بقى ما نطحن الكلام ده كده كله مع بعض، هنجيب نص كوبايه من البرغل، هننقعها لمده ساعه، بعد كده نصفيها كويس جدا. كميه البرغل دي طبعا كانت كتيره، فانا خدت بس نص كوبايه من البرغل، وهنطحنه تاني مع البصل ونتأكد ان هو ناعم جدا، وكل الكلام ده كده مع بعض الطحن حلو جدا. هنجيب بقى 500 جرام من اللحمة المفرومة، ويكون نسبة الدهون فيها 15% بس، لان احنا ضايفين ليا. لو مش هنضيف ليا تكون نسبة الدهون من 20 ل25%. بعد كده هنطحنها مع البصل ومع اللية. بعد ما تطحن كويس اللحمه مع كل الكلام دوت، هنضيف معلقه من الملح ومعلقه من الفلفل الاسود، هنقلبها بس كده تقليبه. طريقه بقى التسويه، هنجيب شبكه كده زي ما انتوا شايفين، ويكون حاطين تحتها صينيه، وهنشغل الفرن قبلها تكون سخنه كويس جدا. بعد كده بقى نصبع الكفته كده زي ما انتوا شايفين، هنجيب اي سيخ عندنا، اي حاجه بالشكل اللي انتوا شايفينه، ويكون ايدينا فيها زيت، وكمان ممكن ندهن السيخ اللي احنا هنشكل عليه الكفته زيت، عشان الكفته كده تطلع بكل سهوله زي ما انتوا شايفين. هعمل بقى كل الكميه بنفس الطريقه. بعد كده هدخله الفرن على درجه حراره 200 في رف اوسط، يعني هنسيبه لمده 15 دقيقة، وبجد هتاكلوا احلى كفتة ممكن تشوفوها لو عملتوها بالطريقة ديت. بجد طعمها حلو جدا، ريحتها كده قلب البيت. لو عايزينها كمان بصوا طرية وماسكة نفسها، يعني بجد من انجح طرق الكفتة اللي انتم ممكن تعملوا بيها. شوية بقى طحينة وشوية بقدونس مع شوية عيش، يا سلام. مش قادرة اقول لكم يا جماعة قد ايه طعمها حلو. لو عايزينها كمان يكون طعمها فحم، ممكن تولعوا فحمية على النار وتحطوها في الكفتة، تكون طعمها حلو جدا. بصوا بقى كده يعني شكلها عامل ازاي من جوه، بجد خطيرة. اكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، واشوفكم في فيديو جديد، وباي باي.